جايب لي الشرع يا اخويا وجاي لي جاري مبسوط. بس ايه رايك في الشرا؟ الشرع السودي الشرا مش عاجباكي برضه يا ام محمد؟ والله الشرع السودي. والله يا ام محمد انا بصي، انا مهما اقول لك انت مش هيعجبك. طب صلي على رسول الله يا جماعه، عليه الصلاة احكموا انتوا بالعدل عشان انتوا بتقولوا ايه؟ انت دايما جايبه احباط لي بركات، انت دايما ظالمه بركات، ماشي؟ ايوه والله يا جماعه خليكم معايا والنبي. دايما ظالمه بركات، مع ان بركات استنى راجل يا محمد محترم، كده. وانا قلت بركات مش راجل محترم، راجل محترم وعلى راسي من فوق. انا بتكلم بقى دلوقتي على نقطه، قال لي ولعي في السعد اللي هو على الحد، بيقول لك الرماد اللي هو هيطلع من الولعه دي هيقضي على السعد انهو اللي في الحد ده خالص، ماشي؟ وغلاوه الغاليين عندي ان السعد يا جماعه بقى عامل زي البوص. لو ده طلع تجاوي اهو، طلع تجاوي والله. طيب انت ده انا ما بتقول لي كنتش مصدق بقى اللي هو يعمل كده والله العظيم. فيها اهو بس برضه زي ما هو. بصوا يا جماعه والله العظيم السعد بقى عامل زي البوص زي ما بقول لكم. ده احنا لو عايزين نعمل شايفين كده مش عامل هيعمل. ازاي؟ العود السعد بقى ناشف وبقى جامد وبقى عامل زي ايه؟ زي عود البوص. يبقى انتوا بتقولوا لي بقى ايه؟ خلي بالك من بركات، خلي بالك من بركات، ما تقعديش تجيبي احباط لبركات، دايما حاجه بركات مش عاجباك. النبي يا جماعه خليكم معايا، وحياة النبي خليكم معايا، تخلي بالها مني. والله العظيم بصوا يا جماعه السعد، احنا بقى يا جماعه ايه؟ قلنا اما نيجي نقروطه بس كده اهوت بالايه؟ بالقواديم اللي هي المناقر طبعا، وبعد كده ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده بنقروط، وبعد كده ان شاء الله باذن الله جايبين امبول دواء سعد عشان خاطر ان احنا نرش السعد دي عشان خاطر يقضي على ايه؟ يقضي عليه خالص. امبول دواء سعد عبوتين بس هنرشهم للثمان جارات دول. وخليكم شاهدين، خليكم شاهدين، اقف كده يا حبيبي، اقف خليكم شاهدين ان لو دواء السعد دي ضر الذره دي اللي قدامكم دي، كل واحد بيدافع عن بركات هو المسؤول قدامي، هو المسؤول قدامي. عيدان اللهم صل على النبي قدامكم اهو، عشان لو الذره انضر انتوا حريه. اللي بيدافع عن بركات بعد كده ما اسمحش حد بيدافع عنه خالص لو الذره باظ. انا قلت لكم اهو والله لو الذره باظ انت حر يا بركات. مش هيبوظ ان شاء الله. ماشي. مش هيبوظ يا جماعه. حط احلى لايك، حط احلى لايك معايا على ما نرش. ربنا يسترها، ربنا يا رب يسترها استرها كده وايه؟ يا رب استرها يا رب، وما تشمتش حد فينا يا رب. ده مش هيبقى شمع، ده هتبقى بص والله العظيم انت حور. يا رب استرها يا رب. انت حور لو الزرعه باظت من دواء السعد ولا امبول السعد اللي هيترش دي. مش هتبوظ ان شاء الله يا بنت. انا سالت المعلم، ماشي، سالت الدكتوراه في الكلام ده. ايوه ما هو الدكتوراه برضك هو اللي قال لك ايه؟ ولع واللهم صل على النبي السعد يجدد وبقى عامل زي البوص. بوص. بس يا محمد دواء السعد ده شايفين يا جماعه والله العظيم عود السعد عامل ازاي؟ بعد النار اللي انا ولحتها عليه عود السعد بقى عامل زي البوص ومتقي قدامكم. هو بيحلقوا محمد. بصوا متقي قدامكم. بص حتى بعد الولعه انت بتقول لي ليه؟ ايوه اهو بيحلقوا. مش مولعين عشان انت بتقول لي ليه؟ ما كناش مولعين عشان يقطعوا، كنا مولعين عشان يحلقوا. خد بص كبشه اللهم صل على النبي. عسل ايوه. لا ماشي. لو لسه اما نجيبوا امبول السعد دي، امال لو احنا امبول دواء السعد دي لو اترش وبوظ الذره يا خرابي. بس الكلام. امال لو احنا ما لقيناش عفش ننجوه الجمهور هيشوفك ازاي؟ الله مش هيشوفك كده. ايوه هو الجمهور لازم يشوفني وانا ايه؟ ايوه لازم. وانا بنقي دواء، وانا بنقي العفش، وانت بتعملي ولا بنقي السعد اللي بقى عامل زي البوص ده. وانت بتعملي معاهم على طول، وانت بتعملي كل حاجه. ماشي انا بعمل كل حاجه، وانت بتولع في السعد عشان ما يطلعش. خلاص يا بركات الموضوع دلوقتي بقى على مسؤوليتك انت. على مسؤوليتي ان شاء الله. بقى على مسؤوليتك ان شاء الله. خليكم معايا يا جماعه والنبي، عشان لو الذره حصل فيه حاجه انت حر. مش هيحصل في حاجه ان شاء الله. ده دواء السعد اللي انت قلت لي، ده النار اللي انت قلت لي ولعي في السعد يا بركات مش هينفع. قلت لي لا ولعي فيه، وجربنا التجربه والتجربه فشلت. لا ده فلحت، ده التجربه فلحت ان خلت السعد الله اكبر عليه. الله اكبر يا بركات. ورور كده ورور. الله اكبر بقى عامل زي البوص يا جماعه. اللهم صل على النبي. ده عسل. ده احنا لو عايزينه يعمل كده والله العظيم ما يعمل. لو حاجه احنا عايزينها تفلح كده مش هتفلح. هي والله العظيم. احنا بصراحه تعبنا مع السعده دي، واخر حاجه سمعناها قال لك هاتوا الامبول ابو عبوتين ب 220 جنيه. 220 جنيه الامبول يا جماعه. يعني العبوه الواحده ب 110. ب 110 غير
الرش كمان العبوه ب 20 جنيه. اللي هياخد مثلا ايه اللي هيشيل الموتور، بس انت اللي بتشيل بس الموتور. انا اللي اليومين هشيله دول. بقى، انا اللي هشيل. انت اللي هتشيل الموتور عشان خاطر يعني ايه ولا فلوس ورش موتور كمان. لا ولو الدوره باظ كمان، الوجع السد. ولو الدوره ده باظ كمان لما انت هتتعرف في حالة حد. هيبقى خراب بيوت. ماشي. ربك يهونها بقى، يا رب يا رب استرها يا رب. ربك احنا بدناكوا يهونها. بقى. بص يا ام محمد، عشان ده شايفه دول القط ده اهو. احنا جايين ننقل دول القط ولا جايين ننقل ارواط السعد على ما نيجوا مثلا ايه الميه تيجي ونرش ده ولا ده ولا السعد وبعد كده نروه تاني يوم. ما هو دي هيخلف ويطلع شوك، والشوك تجاوي يا ناس، حرام عليكم يا ناس. وانت مسكت على الكلمه قوي. هي مسك والله ما تمسكيش ولا يا ام محمد، يعني ما تمسكيش كده. ما مسكش ليه؟ يا الله. ربنا يستر. لا ربنا يسترها ان شاء الله. انت طبعا دلوقتي قال لك انك انت هترش قبل الايه؟ قبل السقيه بيوم واحد، يعني هترش النهارده وتاني يوم تسقي صح؟ يا رب استرها يا رب. لا ربنا يسترها ان شاء الله. والنبي يا جماعه خليكم معايا وبلايكات والنبي وبلايكات وشير بصوا مش فعلوا الدنيا. فعلوا الدنيا، فعلوا الدنيا يا جماعه. فعلوا يا جماعه. فعلوا له الدنيا، فعلوا له الدنيا. فعلوا كده والنبي وصي جماعه ام محمد عليا. وصي ام محمد عليا. ام محمد انا مش هجيبها خالص والله. هم بيوصوني يا اخويا، المشكله ان هم بيوصوني بيقولوا لي عمايل بركات مش عاجباكي دايما، وانت دايما بتحط على بركات وبتجيبي ايه احباط لي بركات. ايوه والله بتحط عليا، بس انتبهي. ايوه انتبهي. هم موصينك عليهم، انت ما بترديش تقولي لي. ايوه ما بتقوليش والله العظيم خلاص ما بتتكلمي. والله ما بتعرفني، ما بتقوليش استاذ فلان بيوصي عليك استاذ. انا بصوا بقى يا جماعه صلى على رسول الله مش عليه افضل الصلاه والسلام. الناس المحترمه دايما تقول لي احنا بنوصيك على بركات وانت دايما جايبه احباط. والله العظيم ما جاريت لي وبركات راجل محترم. طب ما احنا عارفين يا جماعه والله العظيم ما جاريت لي الا مرتين ثلاثه. واولا واخيرا شكرا لكل واحد بيدافع عن بركات، لان بركات ألف شكر اللي بيوصي عليا، لان بركات طبعا جوزي واللي يدافع عنه حاجه ايه تفرحنا. كانوا بيدافع عني. اللي بيدافع عن بركات كانه فعلا بيدافع عني زي ما بركات طب ما بتقوليش كده ليه من الاول؟ لازم اقول لك يعني. انا بقرا تعليقات وبرد ولا بتنسي. وطبعا الاستاذ ابراهيم من فلسطين الله يبارك له قال لي ايه؟ لا بعت لك لايك بالعند فيه. طب صدق يا استاذ ابراهيم، انا سمعتها شفتها ساعه ما كانت بتتاكلك باين قلب ولا لايك وما رضتش تقول لي، والمصحف ما رضت تقول لي. وصوها عليا يا جماعه والله العظيم بيقول لي لايك لبركات. شو رايك يا سلوى؟ والنبي وصوها عليا. وانت هتشحت منهم التوصيه، هتشحت منهم التوصيات. انا بشحت منهم؟ لا ما هو بقول لهم كده وصوها عليا قبل كده، ما قلت لهمش بس وصوها عليا. هم بيوصونا ما تقلقش. بس انت ما بتقوليش. صلى على الرسول وقولوا عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. لكل راجل محترم بيوصينا على بركات. دلوقتي انا قلت لكم ان احنا هنرش دواء للسعد، جايبين الامبول ب 220 جنيه. طبعا هنرش الامبول ده بالثمان قناريط اللي فيهم سعد. خليكم معانا عشان ان شاء الله باذن الله هعمل فيديو تاني واحنا بنرش بعد ما نرش مش هيشمتك وان شاء الله هنشوف الفيديو بتاع الرش هيجيب نتيجه. هيجي في الذره هيجي ولا في السعد. هيجي. خليكم معايا عشان بعد كده مفيش حد يوصينا على بركات لو الذره دي باظ. لا هيجيب ان شاء الله. كده انا ايه عملت اللي عليا ومش هشمت حد فيا ابدا. والباقي على ربنا. وحطوا لايك بقى لمين؟ حطوا لايكات وشيرات وبصوا وفعلوا الدنيا. ساعة ما نرش دواء السعد هتلاقوا الدنيا 100 100. اما نشوف ان شاء الله. ومش هشمت حد فيا ابدا. ادعوا لي ان هي ما تشمتش فيا. يا رب استرها، يا رب استرها. ربنا يسترها ان شاء الله.